السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، كنتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. كيف شفتوا في العنوان، رماد الثقة فيما هب الريح، بمعنى الخذلان. الخذلان ما كيجيش من الغريب، أكيد كيجي من الناس اللي كنعطيهم الثقة الكبيرة، من الناس اللي كنفتحوا لهم القلب ديالنا، الناس اللي كتقول لهم هادو هما الناس ومستحيل أنهم يديروا شي حاجة ولا يضروني. يعني كتقولها بكل ثقه لداخل ديالك، كتقول هاد الانسان هذا مستحيل يضرني، هاد الانسان هذا مستحيل يدير شي حاجه خايبه معايا. الخذلان هو ملي كتكوني واقفه مع شي واحد في الشده وملي كتحتاجيه انتي ما كتلقاهش. هو انك ملي كتعذريه وكتبرري وكتسكتي وفي الاخير اش كديري، اش كيوقع؟ كتكتشفي بلا غير انتي اللي كنتي كتحسي بدوك المشاعر. الخذلان ما كيجرحش غير القلب، كيكسر الصورة، كيخلي الواحد يشك حتى في الطيبة ديالو. كيولي كيقول واش انا هاد الطيبة ديالي طيبوبة سلكاني؟ لا، علاش انا هكا؟ كتولي تشك في راسك. علاش الخذلان كيوجع بزاف؟ علاش كيضر في الخاطر بزاف؟ حيت كيكون مبني على الثقة وعلى الحب وعلى العشرة وعلى المعروف. داكشي علاش كيكون قوي بزاف. كتقول ما يمكنش هاد الناس كنثيق فيهم، كنبغيهم، معاشراهم، دايز بيناتنا المعروف. وكل ما كانت العلاقة قريبة كل ما كان الوجع كيكون عميق جدا. الخذلان كيخليك تسول راسك، واش انا اللي غلطة؟ واش عطيت بزاف؟ واش انا هادشي كامل اللي وقع واش بسبابي؟ كيخليك انت كتولي كتلوم راسك وكتشك في راسك، والثقة في نفسك كتضعف. عندنا بزاف ديال الخذلان، الانواع ديالو: خذلان ديال الصديق، خذلان ديال العائلة، خذلان الحب، خذلان النفس. هنشوفوا خذلان الصديق. ملي كتكوني نتيا سند هو كيكون متفرج، بالمعنى هنايا الواحد كياخد وما كيعطيش. الشخصية الأنانية كتحسي معاه بالخذلان. خذلان العائلة أصعب واحد هو خذلان العائلة، حيت كتقول بيناتنا دم وفي الأخر كتلقى حياة أخرى فيها فتور، فيها بزاف ديال الألم. خذلان ديال العائلة أصعب خذلان. خذلان الحب ملي كتعطي القلب وكيرجع لك هذاك القلب مجروح. وخذلان النفس هو أخطرهم، ملي كتسكتي على حقك وكتفرطي في كرامتك باش ترضي الآخرين. هنا كتولي عايشة جسد بلا روح، كتولي عايشة غير من أجلهم، غير من أجل أهدافهم، وانتي دبلانة. شنو كيدير هاد الخذلان في الإنسان؟ شنو كيدير؟ كينقص الثقة، ولكن كيعلم الحذر، كيبدل طريقة الحب، وكيخلي القلب أنه ياخد موقف، ما يبقاش غادي. ولكن ماشي باش يولي قاسي هذا القلب، ولكن باش يحمي راسه، حقاش تخذل بزاف. لهذا ما تعطيش كتر من داكشي اللي تقدر تتحمل، وما تربطش ساعاتك ابدا بالاخرين، باي شخص كيف ما بغى يكون نوعه. ودائما حط حدود حتى مع الناس اللي كتبغيهم. واللي خدلك مره انتبه مزيان، اللي خدلك مره راه غيخدلك 1000 مره. لهذا بارك ما تبقى تعطي الفرص. الخذلان هو معلم قاسي ولكن صادق. بصراحة الخذلان كيخلي واحد الجروح كبيرة، ولكن نشوفوا كيفاش غنداويو هاد الجروح. اول حاجة، اعترفي بالوجع، ما تنكريش. اعترفي بانك تخذلتي، اعترفي بانك توجعتي وتألمتي. هضري، بكي، فرغي، رجعي لراسك، هضري مع راسك، قولي شنو هادشي وقع ليا. واهم حاجة باش تجاوزي هاد المرحلة، قربي من الله سبحانه وتعالى.
والتعافي ما كيعنيش النسيان، ولكن كيعني القوة. النسيان كيجي بوحدو مع الوقت، ولكن غتكتسبي قوة كبيرة. أهم حاجة أنك تاخدي درس، ودرس كبير. واش كتسمحي للناس لأنك قوية، ولا حيت تعودتي أنك انتي ناسية راسك ما على بالكش براسك؟ واش كل مرة خذلونا كنرجعوا نبرروا ليهم داك الخذلان؟ واش حنا اوفياء للناس كتر من وفائنا لراسنا؟ فين كتحسي براسك في هادشي؟ خاصك ضروري توقفي وتسولي راسك هاد الاسئله، اولا تسول راسك هاد الاسئله. واش انت كتسامح الناس لان انت فعلا عندك واحد القوه داخليه، ولا غير انك راسك انت ناسيه ما على بالكش براسك؟ وهذا شي حاجه صعيبه بزاف. واش كل مره كيخذلوك كترجع تبرر ليهم؟ يعني خذلوك مره، جوج، ثلاثه، الى متى؟ الى متى غتبقى تبرر؟ واش حنا اوفياء الناس كتر ما وفيين لنفسنا وكرامتنا؟ الخذلان فعلا هو ما كيقتلش، ولكن كيوريك انت شكون، وشكون خاصو يبقى في حياتك وشكون خاصو يخرج. وشكون خاصو يخرج ولكن بلا ضجيج. بعض الناس كيكونوا درس ماشي قدر، واللي خذلك راه ما نقص منك حتى شي حاجه، فقط بان على حقيقه ديالو. كنت كنسميها اختي، كتعرف اسراري، وجعي، وحتى دموعي. نهار كنت محتاجه منها غير كلمه سمعت منها ما عنديش الوقت، ومن بعد شفتها واقفه مع ناس اخرين. في وقتها فهمت باللي بعض الصداقات كيكونوا غير في الرخاء وفي الضحك، ولكن بيني وبينكم الضحك راه من ولا يضحك معك، ولكن في الشده تما كتعرف صديقك من عدوك. العبره ماشي كل واحد قرب ليك او لا قريب ليك راه معك، وياك تنسى هادي. قصة تانية، خذلان الحب هذا ماشي الصداقة. عطاتو قلبها مسكينة بلا شروط، دافعات عليه، صبرات وبررات الأخطاء ديالو، وفي لحظة ضعف ديالها لقاتو هو أول واحد مشى. ما بقاتش ماشي الفراق اللي وجعها اللي ألمها، ولكن اللي ألمها كتر كيفاش إنسان واعدك بالبقاء وبالتضحية وبالوفاء يمشي في أسهل أقرب فرصة. العبرة اللي كيبغيك بصح ما عمرك يخليك بوحدك، ما عمرك يخليك بوحدك وانتي طايحة وانتي مستاءة ومقلقة، بل كيبرر لك حتى داكشي اللي درتي. خذلان العائلة، كانت كتقول العائلة هي الأمان، ولكن ملي احتاجت الدعم سمعت والو، سمعت غير الصمت واللوم. وفي هذاك الوقت تعلمت باللي الدم ماشي دائما سند. السند الحقيقي هو اللي كيوقف، ماشي اللي كيتفرج وكيخليك كتخبط. العبرة القرابة بلا رحمة، فقط غير اسم ما عنده تا معنى. اجي نشوفو خذلان النفس. سكتات بزاف، تنازلات بزاف، وقالت غادي يتبدل، نعطيه فرصة أخرى، بزاف ديال الفرص. وفي الأخير حتى شي واحد ما خذلها، حتى واحد، ولكن هي خذلات راسها ملي قبلات تعيش بلا قيمة. العبرة أقصى خذلان هو ملي تخون راسك بيدك، هو ملي نفسك تحملها أكتر من الطاقة ديالها، كتعطي الفرص وانت النفسية ديالك كتهدم نهار على نهار. بعد الخذلان ما ولاتش كتثق بسهولة، ولكن ولات كتثق بوعي، وما ولاتش
كتغلق القلب ديالها ولا كتسد، ولكن سدت الباب اللي ما يستاهلش، سدت الباب على الناس اللي ما يستاهلوش. خذلان ما كسرهاش، ولكن اش دار لها؟ رباها، قراها، علمها. لهذا ما تنسيش دائما دائما اللي خذلك راه ما نقص منك والو، بل فقط بان على الحقيقة ديالو. ونظرية أخرى كتأكد بأن الناس كنتي عايشة في سعادة مع واحد الشخص، يعني في البدايات، واحد النهار حتى لقيتي أنه تبدل وتقلب، فكونوا متأكدين راه الحقيقة ديالو هي هذيك الأخيرة الخاتمة. ما قدرش يبقى داير الماسك، ما بقاش قادر أنه يبقى ينافق ولا يزوق، الصباغة تقشرات وطارت. راه اللي زوين كيبقى زوين، واللي كان زوين وخياب راه في الأصل ديالو كان خيب. وياكم تنساو هاد النقطة هذه. وشكرا لكم وشكرا لحسن التتبع. كنتمنى يكون عجبكم الموضوع، صراحة كيضر في الخاطر لأن بزاف الناس أكيد تصابوا بالخذلان، ولكن ما بغيناش نفقدوا الثقة ديالنا، بل بغينا ناخذوا منه درس بأننا ما نثقوش في كل شيء، وبأن توقعاتنا ما تكونش عالية في الناس. ديما نقول هذاك راه بشر، يقدر يغلط، يقدر يدير بزاف ديال الحوايج، وياكم من الثقة العمياء، فبسببها كتخلصوا بزاف. دمتم في رعاية الله وحفظه. كانت معكم فاطمة الزهراء خليل، أخصائية في التوجيه والإرشاد النفسي والكوتشينج. إلى اللقاء.